السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى طلاب في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الفيديو زي ما شفت كده، الفيديو ده لتالتة اعدادي. لو انت رايح تالتة اعدادي فالفيديو ده ليك. وطبعا كده انا النهارده هتكلم على ازاي تتفوق في تالتة اعدادي، وازاي تطلع من الاوائل على المحافظة بتاعتك، او حتى لو انت عايز تطلع اوائل على الجمهورية فبرضه قدامك فرصة كبيرة جدا على فكرة، لان سنة تالتة اعدادي مش صعبة زي ما انت فاكر، وتقدر بسهولة ان انت تطلع فيها من الاوائل على الجمهورية باذن الله. ربنا يكرمكم كده يا رب، واشوفكم كلكم اوائل على الجمهورية. يعني سنة تالتة اعدادي ما هياش صعبة زي تاني اعدادي واولى اعدادي، لا تالتة اعدادي على فكرة المناهج بتاعتها اسهل بكتير جدا من سنة تانية اعدادي واولى اعدادي. وان شاء الله يعني انت لو ناوي ان انت تطلع الاول على الجمهورية او التاني او حتى من العشرة الاوائل، فان شاء الله ان شاء الله انت عليك ان انت تسعى وتجاهد، وعليك ان انت تعمل كام حاجة كده في السنة وتظبط نفسك وتعود نفسك عليهم عشان تقدر ان انت تذاكر وتلم دنيتك كده وتطلع من الاوائل زي ما انت عايز. انت اول مرة تشوفني كده ما تنساش ان انت تنورني في القناة بتاعتي وتعمل لي لايك للفيديو، ويلا بينا نشوف هنعمل. مبدئيا كده اول حاجة، اول نقطة لازم نتكلم فيها وهي نقطة المدرسة. بمعنى ايه؟ يعني انت دلوقتي لو المدرسة اختياري عندك ان انت تروح المدرسة او لا في تالتة اعدادي، لان هي شهادة وتقريبا ما بيبقاش فيه غياب يعني، فانت لو اختياري يفضل ان انت تقعد في البيت. طب ليه هقعد في البيت؟ ما ممكن استفاد من المدرسة يا مس. لا، على فكرة الاستفادة اللي انت بتاخدها في المدرسة اقل بكتير جدا من الاستفاده اللي انت بتاخدها في الدروس او بتذاكرها مع نفسك في البيت. فبالتالي احنا مش عايزين نضيع وقت من اول السنه كده اهو، عايزين نظبط امورنا. فانت لو اختياري ان انت تروح المدرسه ما تروحش، يفضل ان الايام بتاعتك كلها تبقى ايام فراغ عشان تقدر تتحكم في الايام بتاعتك وتقدر تظبطها زي ما انت عايز، وتقدر تحط دروسك في الاوقات اللي انت عايزها، وتقدر تروح وتيجي براحتك زي ما انت عايز. فلو اختياري ما تروحش المدرسه. الحاجه التانية اللي لازم اتكلم فيها برضو، ودي نقطه مهمه جدا جدا، وهي ان انت مش عشان انت في اجازه، ومش عشان انت مثلا لسه لحد دلوقتي ما بداتش دروس، ولسه لو بدات دروس فانت مش هتروح المدرسه فتقول لا ده انا اصحى براحتي وانام براحتي. ده غلط تماما. خلي بالك من النقطه دي، لان دي اهم حاجه عندك في السنه دي. حرفيا انت لما بتصحى بدري يعني بتلم حاجات كتير وبتذاكر قدر اكبر وبتفهم بسرعه. فعشان كده لازم تصحى بدري وتنام بدري. هنام طب الساعه كام واصحى الساعه كام؟ هنام مثلا على الساعة 11 بالكتير، يعني لو اتأخرت خالص هنام الساعة 11. هتصحى الساعة كام؟ هتصحى الساعة 5 أو 4. لو قدرت 4 ماشي، ما قدرتش خلاص 5 6، آخرنا لحد 7. يعني مدة صحيانك ما تتعداش الساعة 7، يعني قبل 7 تكون انت صحيت. الحاجة اللي بعد كده وهي موضوع الدروس. هعمل ايه في الدروس بتاعتي او هظبطها ازاي؟ بص كده، انا يا سيدي عايزاك تخلي في اليومين درسين، ولا اكتر ولا اقل. يعني مش درس واحد عشان ما يبقاش اليوم كله راح على درس واحد. انت هتاخد دروس وهتاخد في كل المواد لو عايز تاخد، تمام. لكن في مواد ممكن ما تاخدش فيها زي علوم والدراسات، ممكن مثلا تتابعهم يوتيوب. ولو عايز تاخد فيهم دروس عادي، هي كده كده سنة هتقضيها بالطول والعرض. فأنا عايزاك تخلي في اليوم درسين. انت عندك تقريبا 6 مواد، 6 مواد دول انت المفروض هتاخدهم على 3 أيام. احنا عايزين نخلي ال4 أيام الباقيين من الأسبوع فاضيين تماما. طب ليه فاضيين تماما؟ عشان تبدأ تلم كل اللي انت بتاخده على طول الأسبوع في الدروس، تبدأ تلمه في ال4 أيام دول. الحاجة بقى الأهم اللي هنتكلم فيها وهي أذاكر ازاي وابدأ بأنهي مادة. مبدئيا كده المادة اللي هتبدأ بيها هي المادة اللي انت مستصعبها او المادة اللي مش بتحبها. طب ليه هتبدأ بالمادة دي؟ عشان انت لما بتبدأ مذاكرة في البداية خالص بيبقى عندك كمية حماس وكمية نشاط وكمية تركيز، فاحنا عايزين كل الحاجات دي تطلع في المادة اللي انت مش بتحبها اصلا عشان تأدي فيها بشكل كويس. فانت لو سبت المادة اللي انت مش بتحبها مثلا تذاكرها بالليل، او تذاكرها مثلا في وقت خلاص تركيزك فيه راح، او انت ذاكرت قبلها مادتين، فبالتالي انت مش هتعرف تركز فيها، تمام، ومش هتعرف تذاكرها بقدر كافي، وبالتالي انت كده هتضيع المادة دي من بين ايديك. فاحنا عشان كده لازم نبدأ بالمادة الأصعب. يعني انا مثلا مستصعبة الرياضة،
فهبدأ بالرياضة. انت مستصعب العلوم هتبدأ بمادة العلوم. المواد السهلة اللي انت بتحب تذاكرها او مثلا بتشوف سهولة في المذاكرة بتاعتها او بتحس ان روحك رايحة للمواد دي على طول وعايز تذاكرها، المواد دي مقدور عليها. مقدور عليها ليه؟ لان انت نفسك بتتفتح لها. هذاكر ازاي؟ انا كل ما هذاكر ساعة هاخد بريك قصاده ايه؟ ربع ساعة. نيجي لسؤال تاني والطلاب بيسألوه يعني، وهو نذاكر قد ايه وقت في اليوم؟ يعني نذاكر كام ساعة؟ بص كده، انا يا سيدي مش عايزاك تحسبها بالساعات خالص. انت هتعمل ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي انا عندي درس عربي ودرس علوم عايزين يتذاكروا، هعمل ايه؟ هبدأ مثلا ان انا اذاكر درس العربي. هحسب مثلا درس العربي ده اخد مني قد ايه وقت. يعني انا هذاكر لكن مش هحسب وقت اللي هو مثلا انا هذاكر 4 ساعات ولا مثلا هذاكر 3 ساعات ولا هذاكر ساعة وخلاص وكده. لا، انا هحسب الوقت اللي انا خلصت فيه الدرس في البداية عشان تعرف انت كم المذاكرة بتاعك بياخد منك قد ايه وقت. تمام؟ لان كل شخص بيختلف. فانا هبدأ احسب درس العربي ده انا خلصته في قد ايه وقت. هل انا خلصته في 4 ساعات؟ هل انا خلصته في 5 ساعات؟ هل انا خلصته في 3 ساعات؟ تمام، انا كده عرفت اما احسب ان انا ذاكرت درس العربي ده بقد ايه وقت. كده انا هعرف التوتال بتاعي هياخد مني قد ايه وقت. يعني انا مثلا محتاج قد ايه مثلا في اليوم عشان اخلص الدرس ده. يعني أنا لو حسبت درس العربي اخد مني 4 ساعات بالحل، يعني انا ذاكرته في 3 ساعات مثلا وساعه قعدت احل، فانا كده عرفت التوتال بتاع الدرس بياخد مني قد ايه وقت عشان اخلصه. ابدا انا على اساس التوتال ده احدد انا هذاكر قد ايه وقت في اليوم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا عندي النهارده درسين، فانا الدرسين دول مثلا هياخدوا مني 7 ساعات عشان الدرس اخد مني 3 ساعات ونص. فانا مثلا عندي درس واحد عايز يتذاكر في اليوم، يعني انا محتاج كام ساعه عشان اذاكره؟ محتاج 4 ساعات بس. يعني انت مش هتذاكر بكم الساعات، اللي هو لا انا اقول مثلا انا اذاكر 12 ساعه في اليوم، انا اذاكر 10 ساعات في اليوم، انا اذاكر مثلا 8 ساعات في اليوم. نهائيا لا. انت على فكره لو انت ماشي من بدايه السنه بتذاكر مثلا درس بدرس درس بدرس، كل يوم بتذاكر لك درس في ماده معينه، تمام، والدرس ده بياخد منك 4 ساعات بالحل بتاعه، فانت بالتالي مش هيبقى فيه تراكمات عليك. بس ده لو انت ماشي تمام من بدايه السنه، كده هتوصل لحد الامتحانات هتلاقي نفسك فل الفل ومش محتاج لاي حاجه خالص، ومش محتاج اصلا ان انت غير ان انت تراجع وبس، وهتدخل الامتحان مذاكر كل. فاحنا ما بنذاكرش بكم الساعات، احنا بنذاكر بالقدر اللي هنخلص فيه الحاجات اللي علينا. فهمتوا؟ نيجي بقى لحاجة تانية عايزة أكلمكم فيها، ودي آخر حاجة هتكلم فيها عشان أطمنكم بس، وهي بخصوص الامتحانات. عارفة إن الامتحانات لسه أنت أصلا لسه ما دخلتش في السنة، فبالتالي لسه قدامك وقت كتير، بس أنا لازم أطمنك من دلوقتي عشان تبقى عارف أنت إيه اللي هيقابلك في الامتحانات، أو الامتحانات بتيجي من فين أصلا، عشان تبقى مطمن كده وعشان تضمن إن أنت تطلع من الأوائل بإذن الله. مبدئيا كده الامتحانات بتاعتك ما بتطلعش بره المنهج خالص خالص خالص، فاطمن، يعني مفيش حاجه بره المنهج خالص، ومعظمها بيبقى اسئله متكرره من امتحانات سابقه او من امتحانات الوزاره السابقه او ايا كان. يعني المهم ان هي اسئله سابقه بتبقى متكرره. الاسئله المتكرره دي انت بتبدا تركز عليها وتبدا خلي بالك منيها، واي سؤال بيقولوا لك المدرسين ركز عليه ده بتركز عليه، لان هو فعلا بيجي بالنص. ممكن عشان يميزوا ما بين الطلاب وما بين الاوائل وما بين اللي بيطلعوا يعني اوائل وبيجيبوا مجاميع اللي هو بيقفلوا كده، فبيحطوا لك مثلا سؤال او 2 يميزوا الطلاب بيهم. بس السؤال او ال2 دول ما بيبقوش مثلا صعبين لدرجه ان ما فيش حد بيحلهم، لا، في ناس كتير بتحلهم. الاسئله دي بتبقى من مذاكرتك انت ومن فهمك انت، وبتبقى تطبيق على اللي انت اخدته، وبرضه بتبقى من المنهج مش من بره المنهج، لا من المنهج. اوكي؟ يعني هو بيبقى سؤال او 2 بس. على فكره كمان يعني بيبقى سؤال ليه نفس الفكره بتاعت الحاجات اللي انت اخدتها او اللي حليتها في الاسئله السابقه، ولكن بيغير لك فيه. فاهمني؟ يعني هو بيبقى سؤال بنفس الفكرة ولكن بيغير لك أرقام، غير لك مثلا حاجة معينة في السؤال عشان تحس إن أنت السؤال مختلف أو ما خدتهوش قبل كده، ولكن هو نفس السؤال اللي عدى عليك بنفس الفكرة، ولو فكرت فيه وقعدت تفكر هتلاقيه يعني هو وما فيهوش أي اختلافات حاجات بسيطة بس. وعايزة أقول لكم آخر حاجة خالص، إن إن شاء الله يعني مع بداية السنة الدراسية هبدأ أشرح لكم منهج العلوم بتاع الصف الثالث الإعدادي. يعني على بداية أول شهر 8 كده هنبدأ نشوف الدنيا فيها إيه، وهنزل لكم فيديوهات وكله هيكون على اليوتيوب، وهيبقى فيه مواعيد لتنزيل الفيديوهات بتاعة الشرح إن شاء الله، وهنحل مع بعض، والكتاب اللي هشرح منه هيبقى كتاب الامتحان وبرضه هنحل منه. تمام؟ لأن الكتاب ده حرفيا هو امتحان فعلا، يعني اللي هو الامتحان بيجي منه، مفيش حاجة بتطلع بره منه. تمام؟ بس كده.
باي باي.